يا مساء الفل عليكم، حلقة جديدة من ترند الترندات. النهاردة معاكم مينا في قلب ميدان التجنيد عند الخبرة الأسماك. مطعم خبرة أكتر من 60 سنة، مكان قديم قوي، بس المنيو بتاعه عامل عروض جبارة وعامل منيو جديد. المطعم الدمياطي، مطعم الدمياطي، اسماك الدمياطي، من اشهر مطاعم الاسماك اللي موجوده في ميدان التجنيد جسر السويس. فعلا من المطاعم القديمه قوي اللي ليهم خبره في مجال السمك بقالهم 60 سنه. عنده تشكيله من كل انواع السمك الحلوه. هنشوف المنيو الجديد بتاعه عامل عروض جباره. يلا بينا. ترند الترندات، بنعيش أحلى اللحظات. ودخلنا بقى الصاله الاندور. مطعم الدمياطي بيتميز ان هو عنده صاله اندور حلوه جدا مكيفه مناسبه للعائلات. المنيو بتاعه خطير. عنده كمان محل تيك اواي، يعني لو تحب تاخد تيك اواي في محل بره، ولو تحب تيجي تقعد اندور المكان هنا روعه. هنشوف بقى ايه الطلبات اللي عنده وهقول لكم ايه المنيو في اخر الحلقه. خليكم معانا، شير بقى ولايك وسبسكرايب. يلا بينا. والحلو جه. تعالوا بقى نشوف طلبنا ايه. انزل يا مايكل معايا. وادي وجبه جريل مشوي سي فود، وجبه سي فود مشوي جريل من الطباق الجديده اللي عندهم والطباق المشهوره قوي. عندنا في حاجات كتير فيها. دي قطعه سمك فيليه، في كاليماري، في جمبري. لا وجبه شكلها مغري. ومعانا بقى طاجن فيليه، طاجن فيليه بالصلصة. منظر الطاجن يا جدعان وريحته جبارة. ومعانا الحلو بقى، الحلوة السمكة البوري المشوي. مشهور مطعم الدمياطي بالسمك البوري. سمكة بوري مشوي سنجاري بقى زي ما بيقول الكتاب، مع السلطة الخضراء والطحينة والليمون والعيش. يلا بينا ندوق. يلا بينا. اول حاجه ندوقها الجمبري، الجمبري المشوي. اول مره اعرف ان الجمبري ممكن يتحط عليه بهارات ويطلع طعمه حكايه. الخلطه اللي عاملينها والبهارات اللي حاطينها على الوجبه المشوي تحفه تحفه تحفه، مخليه طعم الجمبري في حته تانية. تعالوا ندوق بقى الرز الصياديه. منظر الرز الصياديه تحس فيه خبره السنين طالعه في الرز. رز صيادية بجد، رز حلو جدا. ندوق بقى الحلوة. بص بقى حاطين لك سمك مشوي ابيض دهب من جوه. بصوا البياض مغري. انا هدوقها لوحدها. طعم السمك حلو جدا. وارجع برضو اقول البهارات والتوابل اللي حطينا مخلينا طعمها في حتة تانية. البهارات والفلفل، لا تحفة. شوية طحينة بقى، شوية طحينة على بقى السمك، وندوق احلى سمك. ايه ده، ايه ده؟ كاليماري بقى ايه. بصوا طري حلو جدا جدا، بيتقطع بالايد، يعني مش قادر اقول لكم. كاليماري بيتقطع بالايد. وجبة مشوي حكاية، رشحها لكم بقوة. وجبة جريل مشوي فيها جمبري، فيها فيليه، فيها كاليماري. وجبة توابل تحفة.
الرز الصيادية معاها مع الخيار. بصوا برضو في خدمة، برضو في كده الخلطة يا جدعان اللي عاملين بيها التوابل، الخلطة اللي عاملين بيها المشوي تحفة. بصوا معايا الخلطة، فلفل والبصل، جبارة جبارة، خبرة السنين طالعة في الطبق ده. ويلا بقى نيجي للحلو، طاجن فيليه، طاجن فيليه صوص احمر. قطع الفيليه عاملين قطع فيليه حلوه، في كذا قطعه، بصل بقى والفلفل. لازم ندوق يا جدعان، لازم ندوق. ايه ده؟ ايه الصوص الاحمر الحلو ده؟ لا لا لازم تاني يا جدعان، لازم قطمه تاني، لان الصوص الاحمر هنا عاملينه بالتوابل اللي عاملينها طعمها حكايه. طاجن فيليه تاكل منه حته وتحس ان انت بقيت في حته تانية خالص. بجد طاجن طعمه حلو قوي قوي قوي. قطع الفيليه اللي حاطينها قطع حلوه، حجمها حلو. بصوا السمك دايب يا جدعان، السمك دايب في الحكايه. الصوص الاحمر اللي عاملينه التسبيكه بتاعته تحفه تحفه تحفه. ويلا بينا على الحلو بقى، على الحلوه. السمكه البوري اول مره نعمل لها ريفيو. ده نقطعها منين دي يا ترى؟ ده محيره محيره. التوابل بقى اللي عاملينها والفلفل والبصل. ايوه. ايه ده يبقى يا جدعان. لا تاني عشان المذاق هنا طعمه تحفة. التيست رائع يا جدعان. البهارات اللي عاملينها، التوابل هنا في خبرة فعلا في الطعم. تحس انت بتاكل حاجة طعمها حلو جدا جدا. السمك دايب. عايز رشة ليمون بقى كده عليه. وندوق بقى حتة مع الرز بقى. التيست رائع، كل حاجة واخدة حقها. الأكل فعلا طعمه تحفة. أسماك الدمياطي يستاهل زيارة. منطقة التجنيد، ميدان التجنيد، لو انت معدي من هنا لازم تعدي. هنخلص بقى الأكل ده وهرجع أقول لكم رأيي بمنتهى الصراحة. خليكم معايا لآخر الحلقة، يلا بينا. ورجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا المهمة. مطعم الدمياطي، أول تعليق أحب أقوله لكم، هو مطعم سمك. يعني إيه مطعم سمك؟ يعني مش مطعم سي فود، هو مطعم عنده كل أنواع السمك، مشوي، سنجاري، مقلي. مطعم عنده فعلا بيتميز بالتست. المذاق بتاعه يا جدعان في حتة تانية. فعلا انا عرفت يعني ايه فرق ما بين اكل سي فود من مطعم سي فود وتاكل سي فود من مطعم سمك. فعلا بتحس بطعم البهارات. مطعم الدمياطي ميدان التجنيد ارشحه لكم بقوه. هتحس بكل قطمه وانت بتاكل ان في خبره في الاكل. فعلا الاكل معمول بحرفيه عاليه جدا. الاكل السمك السنجاري عنده تحفه، عنده وجبات، مشهور بالوجبات بتاعته. مطعم الدمياطي لازم تيجي تزوروا، مطعم سمك بجد. يا رب لو تكون عجبتكم الحلقه. لو سمحت اللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك في القناه، شير وبقى ولايك وسبسكرايب. اي ترند احنا وراه.
سلام.